السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا المزارعين، يا رب تكونوا بخير دايما. مع حضراتكم الدكتور علي أحمد من قناة يوتيوب كيان الزراعة. في بداية الحلقة، إن عجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه لحضراتكم يا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده بنعمل تجربة فريدة من نوعها. احنا معانا نوعين لب هنا. اللب ده لب سوبر رومي، والنوعية ديت لب سوبر الشبح. احنا من حوالي 6 ايام صورنا اللب ده، كان الوزن 8 كيلو 200 جرام. احنا النهارده بنصور بعد 6 ايام الوزن بتاعهم 8 كيلو 170 جرام، يعني النزول في الوزن حوالي 30 جرام في 6 ايام. يعني لو قسمنا ال 30 جرام على الثلاثه، يعني تقريبا كل بطيخه من دول نزلت او انخفضت في الوزن بمعدل 10 جرام. التجربه اللي احنا بنعملها بقى ان شاء الله، احنا عايزين نشوف متوسط دولت ان شاء الله هيصفوا على كام بذور. فاحنا بقى لنا 6 ايام، يعني هنسيبهم كمان حدود 5 ايام كمان، وان شاء الله هكسرهم وهوزنهم، وان شاء الله هوري حضراتكم الصافي بتاعهم قد ايه. الشاهد من الكلام اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، لب البطيخ في معلومه كده عند الناس خاطئه، ان لب البطيخ لما بتكون الحبايه صغيره بيكون معدل التصافي بتاع الحبايه بتاع البذور كتير، وده معلومه غلط يا جماعه. لب البطيخ كل ما بتاخد منه حجم، كل ما بتكون انتاجيته عاليه، وما بيكون حجم الحبايه كويس وتقل نسبه الفرغه فيه. فده اللي انا حابب اوضحه لحضراتكم. لب البطيخ كل المده بتاعته 90 يوم، من 90 لاقصى حاجه 110 يوم. فطبعا انا بيبقى مقياسي انا كمهندس زراعي او كراجل مختص في الارض، لو انا وصلت ال 85 يوم واللب بتاعي عرشه كويس باخد اعلى انتاجيه من اللب. فدي فنيه عايز اكد عليها مع حضراتكم، ان لب البطيخ لما بيوصل 85 يوم ومحافظ على المجموع الخضري بتاعه، تاكد ان شاء الله ان يكون عندك انتاجيه كويسه جدا. بالاضافه ان انا عايز اكد على بعض الآفات الحشرية اللي بتصيب محصول لب البطيخ، أهمها المن، الذبابة البيضاء، الجسد، وأيضا حشرة التريبس. الحشرات دي ثاقبة مصة طبعا، ما عدا طبعا التريبس خادش ثاقب. ف يعني حاجة زي كده هي احنا بنتكلم اهو في كده جروح على البطيخ نفسه، على الجلد ده، بتبقى اصلا اصابة تريبس، اللي هي دي كده، اللي هي الحته الخشنه اللي على الحبايه ديت اصابه حشره التريبس. فمهم جدا انك تهتم بمكافحه الحشرات الثاقبه المصه. رقم 2 تهتم باصابات العنكبوت، لان اللب حساس جدا لاصابه العنكبوت الاحمر. رقم 3 البياض الدي. البياض الدي يا جماعه كارثه في اللب البطيخ، لو مسك فيه البياض الدي ولفحه الساق الصمغيه، المرضين دولت من اخطر الامراض الفطريه اللي بتصيب اللب، اللي هو مرض البياض الدقيقي ولفحه الساق الصمغيه. احنا النهارده بنتكلم على معدل تصافي، فان شاء الله احنا مع بعض كده. طبعا انا قلت لكم ان انا مصور من 6 ايام كان 8 كيلو 200، النهارده 8 كيلو 170 جرام، وان شاء الله كمان 5 ايام هنصورهم تاني ونشوف ان شاء الله الوزن بتاعهم بعد 5 ايام قد ايه، وبعد كده ان شاء الله نكسرهم ونطلع اللب بتاعهم تكسير يدوي، ونشوف نسبة التصافي بتاعة الوزن بتاع الحبوب قد ايه. وان شاء الله التجربة دي ان شاء الله انا حريص جدا انها تكون على القناة كاملة. وفي نهاية الحلقة بنرحب بالسادة المتابعين الجداد في القناة والناس اللي اشتركت حديثا، وان شاء الله بعد 5 ايام نتقابل نصور تاني ال3 حبات دولت ونشوف الوزن قد ايه، وبعد كده نكسر وبرضه نوري حضراتكم صفه قد ايه على الميزان، ونتقابل ان شاء الله. يا رب تكونوا بخير، كل سنه وحضراتكم طيبين. فاصل بعد 5 ايام، واحنا اتفقنا ان احنا هنصور اللب ده بعد 5 ايام وهنشوف النزول في الوزن قد ايه. الفيديو اللي فات اللي من 5 ايام كان تقريبا 8 كيلو 170، احنا النهارده 8 كيلو 144، يعني تقريبا النزول في الوزن حوالي 26 جرام. ان شاء الله احنا هنصور هنكسر اللب ده ان شاء الله، وهنوزن البذور بتاعته، وهنقول لكم ال 8 كيلو
لو انتوا فاكرين في البدايه خالص اول ما صورت الفيديو، موجود حتى على الفيديوهات القصيره على اليوتيوب عندي على القناه، كان 8 كيلو 200. صورنا تقريبا بعد 6 ايام كان 8 كيلو 170، والنهارده بعد 5 ايام بنصور 8 كيلو 144. يعني تقريبا كل النزول في الوزن من يوم ما صورت اول فيديو على الفيديوهات القصيره على قناه اليوتيوب كان الزراعه، تقريبا نزول 56 جرام. الفيديو ده عليه هديه لكل متابعينا الكرام. لاول 3 تعليقات هيتوقعوا اللب ده بعد ما يتكسر هيدي كام جرام بالظبط بذور، او كام جرام لب بالظبط بعد ما نكسره ويبدا ينشف ونوزنه هيبقى الصافي بتاعه كام. اول 3 تعليقات ان شاء الله هيبقى لهم هديه من قناه يوتيوب كيان الزراعه، هتوصلهم من خلال اي بريد عندك في بلدك. في نهايه الفيديو كل سنه وحضراتكم طيبين. لو عجبكم المحتوى اللي احنا بنعمله يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب في القناه او اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. حبايبنا ومتابعينا الكرام، ما تضيعوش على نفسكم الفرصه. ان شاء الله انا ما بغيرش كلامي، اول 3 تعليقات هيكونوا صح ان شاء الله. ان شاء الله هتواصل معهم تليفونيا، لاول مره بتواصل مع متابع من خلال التعليقات، وان شاء الله هتوصلوا هديه لحد باب بيته من خلال اي بريد جنبك في المدينه اللي انت عايش فيها او البلد اللي انت عايش فيها. في نهايه الفيديو شاكر لحضراتكم جدا على حسن المتابعه، وبشكر الناس اللي بتعمل تعليقات ومهتميه ومهتميه بالردود في التعليقات او السؤال في التعليقات، وباكد على حضراتكم اي سؤال في التعليقات ان شاء الله اجاوب عليه. كان معكم دكتور علام احمد، كل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله الفيديو ده اللي هيتوقع بعد ما نكسر البذور ديت ونوزنها هتجيب كام جرام، ان شاء الله ليه هديه مني اول 3 تعليقات على القناه، بشرط يكون التعليق على قناه اليوتيوب وليس الفيس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.